الزمالك وطلائع الجيش وأول ماتش لعبد الرؤوف. عبد الرؤوف النهاردة حسسني إن في مدرب واقف على الخط، في مدرب بيتفاعل مع أحداث الماتش، مش قاعد نايم. الفرقة اللي قدامه غيرت ما غيرتش، هو ماشي زي ما هو. عبد الرؤوف النهاردة غير التشكيلة بتاعة الزمالك وغير خطة اللعب 3 مرات. بدأ بخطة، في نص الماتش لعب بخطة تانية، وبعد كده رجع للخطة الأولانية تاني بس بأشكال لعيبة مختلفة ومهام للاعيبة مختلفة. الزمالك أول الماتش بدأ بتشكيله العادي مع تغييرات بسيطة، إنه شيكو بانزا خرج ومنزل ناصر ماهر بيلعب وينج ليفت، وعبد الله السعيد بيلعب في مركز 10 وشحاتة بيلعب في 8. يعني هم دول التغييرات اللي كانوا على التشكيل، وإنه بدأ بسيف الجزيري. تغييرات ما تهزش قوام الفريق. ابتدى يعتمد عبد الرؤوف في اللعب على خطة جوزيه جوميز، لما كان بيودي عبد الله السعيد يقرب لناصر ماهر ويروح لهم دونجا وبنتاج ويعملوا هما الأربعة زيادة عددية في الجبهة الشمال. بدأ الماتش فاول في الدقيقة 4، دونجا بيعمل باص ذكي لناصر ماهر بيجيب جون. دونجا عمل باص ذكي لناصر. كلمة ذكي دي أنا كنت نسيتها، يعني كلمة الذكاء في فرقة الزمالك أنا كنت نسيتها. في كمية عك وغباوة مش طبيعية، بس فكرني بيها حسام عبد المجيد وعمر جابر في الماتش ده. بعد الجون ابتدى طلائع الجيش يضغط على الزمالك، وضغطه زاد بعد خروج خوان بتزيرة، فابتدى يتغير طلائع الجيش أكتر وبقى يضغط بأشرس. وساعدوا على ده وجود عمر جابر وحسام عبد المجيد، الاتنين بيعملوا ميس باص، محتاجين يرجعوا الناشئين عشان يتعلموا الكرة تاني. الشوط التاني عبد الرؤوف شايف إن الطلائع ضغطة من ناحية اليمين اللي كان بيلعب فيها زولا، ونزل لعيب اسمه هاني لعب الناحية ديت، اللعيب أشول. كانت الناحية ديت عاملة إزعاج. يعمل إيه عبد الرؤوف؟ خرج شحاتة اللي ما كانش في مستواه، ورجع عبد الله السعيد لعبه في مركز 8، ونزل فتوح يلعب باك ليفت، وزق بنتايج يلعب وينج، فظبط الملعب. الجبهة اللي كان المفروض الطلائع بتهاجم منها، هو راح عليها مرتين خلال 15 دقيقة جاب جونين. الجونين اللي هما التاني والتالت، فتوح بياخد كورة من بنتاج بيعمل اوفر جون بتاع ناصر ماهر. بعديها ب10 دقايق فتوح بيعمل كورة لبنتاج على الجنب اوفر جون عدي الدباغ. يبقى ده شغل مدرب، مش مدرب قاعد نايم. مدرب شايف الفرقة بتاعته في جبهة عنده مخترقة، حول الدفة بدل ما هي مخترقة لجبهة هي اللي بتجيب له الأجوان. عبد الرؤوف ازاي غير تشكيلة الزمالك مرتين؟ المرة الأولانية بعد إصابة بتزيرة، لما نزل عدي الدباغ، المفروض إن ده كان شكل الزمالك 4-2-3-1. لما نزل عدي الدباغ مكان بتزيرة اللي كان بيلعب في المكان ده، عدي الدباغ نزل مهاجم تاني جنب الجزيري. عبد الله السعيد اللي كان بيلعب في مركز 10 رجع هنا بقى في مركز 8، دونجا في مركز 6، وشحاتة في مركز 8. ونصر ماهر ساب الوينج ليفت ودخل فين؟ بيلعب في مركز 10 زي ما هو. الخطة اتحولت بقت 4-1-2-1-2. الجبهة دي لأن بنتايج بقى لوحده تقريبا بيدافع على 2، وخصوصا إن عبد الله السعيد اللي كان مايل على الجبهة دي، فابتدت تعمل إزعاج. عشان كده في الشوط التاني رجع الخطة، بس حط بنتايج طلعه وينج ونزل فتوح لعبه باك ليفت. هل معنى الكلام اللي أنا قلته ده إن عبد الرؤوف هل هو المدرب المناسب للزمالك أو لأ؟ عبد الرؤوف من سلبياته في الماتش ده إنه عمل تغييراته بدري قوي، كأنه ضمن الماتش وكأنه بيلعب ماتش ودي، لدرجة إن هو طلع صبحي ونزل المهدي سليمان. ممكن صبحي كان عنده إصابة، طب أنت طلعت حسام عبد المجيد ونزلت الونش، ما سبتش حتى تغيير تعمل حسابك إن ممكن يحصل إصابة. حصلت. فتوح في آخر الماتش اتصاب وخرج، دخل فيه الجون وكان فاضل حوالي 7 دقايق. كان ممكن يجي فيك جون تاني وكان ممكن تتعادل والماتش يتقلب عليك ويبقى ليلة نكد.